بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. دلوقتي هنتكلم عن زمن من الأزمنة المهمة ومن أساسيات اللغة الإنجليزية، وما ينفعش أي طالب في الدنيا مهما كان الصف بتاعه ما يكونش عارف الزمن ده. هو زمن الباست بيرفكت أو زمن الماضي التام. كالعادة وزي ما احنا متعودين، أي زمن في الدنيا هنشرحه أو هنتعلمه بنتعلم فيه كام عنصر. تقول لي أنا مذاكر وفاهم وعارف إن أي زمن في الدنيا علشان أتعلمه بتعلم فيه 7 عناصر. أقول لك الله ينور عليك، هو ده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه واحدة واحدة خالص كده معايا في الصفحة الحلوة دي وتركز. زمن مين اللي احنا هنتكلم عنه؟ زمن اسمه زمن past perfect. يعني زمن ايه؟ اسمه ايه؟ الماضي التام. ده من اسمه تام، يعني تم اولا، حصل في الاول، زي ما نعرف بعد شويه. نتعلم فيه ايه؟ نتعلم فيه 7 عناصر لازم نعرفهم. 1، هو انت شكلك عامل ازاي؟ التكوين بتاعك. رقم 2، النفي بتاعك عامل ازاي؟ رقم 3، الاستفهام، السؤال النوع الأول، السؤال النوع الثاني عامل ازاي؟ رقم 4، ايه هي الكلمات الدالة عليك؟ كلمات الدالة. رقم 5، هو المبني للمجهول بتاعك عامل ازاي؟ مبني للمجهول. رقم 6، تقول لي استخدامات الزمن ده. رقم 7، النقاط الإضافية، النقاط الإضافية في الزمن ده. حلو. تقول لي نمسك عنصر عنصر. أقول لك يلا بينا واحدة واحدة. هنمسك العنصر ده. العنصر ده التكوين. قلت لك أي زمن في الدنيا لازم تبدأ بالفاعل طالما بتتكلم عن جملة أكتف. أكتف يعني معلومة يعني. تمام؟ فاعل زائد هاد، دي الصيغة طبعا، فعل المساعد، زائد البي بي. البي بي اللي هو ايه؟ التصريف الثالث للفعل. التصريف ايه؟ الثالث للفعل. ماشي. تقول لي ايه؟ الفاعل وهاد والبي بي. الفاعل ده ممكن يكون مفرد، ممكن يكون جمع. تقول لي النفي. اقول لك النفي فاعل زائد هاد زائد البي بي. الله، تقول لي طب ما دي زي دي. اقول لك فعلا، يبقى هنا كده في كلمه ايه؟ نوت. هنا كده ايه؟ في كلمه نوت، يبقى هاد نوت او هادنت، يعني هي. تمام. طيب الاستفهام. تقول لي انا فاكر الصيغه المهمه اللي انا حفظتها قبل كده اللي كانت بتقول اداه استفهام فعل مساعد فاعل الدبليو اتش وورد. فعل مساعد هاد، فاعل اللي هو السبجكت زائد الفعل فيه البي بي وعلامه الاستفهام. طب وده تبقى هاد اهو، نحذف دي ونكمل. هاد زائد السبجكت اللي هو الفعل طبعا والبي بي وعلامة الاستفهام. تقول لي ايه اللذيذة والحلاوة دي؟ طب ما الدنيا حلوة خالص اهي. اقول لك والله فعلا لذيذة خالص. تقول لي الكلمات الدالة على الزمن ده انا عايز اعرفها. اقول لك عندنا كلمة افتر وكلمة بيفور، ودي معاها اختها زيها اسمها as soon as، حتى بياخدوا نفس القاعدة زي ما هنشرحهم بعد شوية. وبيفور دي معاها بنت عمها اسمها by the
طيب قرايب، ماشي. وعندك كلمة تل، وكلمة تل، وكلمة وين البردة، وين البردة. تمام تمام. المبني للمجهول قلنا مفعول زائد بين زائد البي بي. استخداماته أحداث تتم أولا. النقاط الإضافية هنعرفها دلوقتي. ده الكلام عن الزمن بشكل إجمالي، بشكل ملخص. تعالوا بقى واحدة واحدة نبدأ إن احنا نتكلم عنه. يلا بينا، يلا بينا. أهو هنا مثلا خلينا في الأخضر عشان هو مختلف. قلنا ايه؟ التكوين، الفاعل وهاد والتصريف الثالث. ده مثال اهو. by last week I had written 5 reports. يعني الاسبوع الماضي انا كنت كتبت 5 تقارير. جمله طبيعيه خالص. فاعل had، تصريف ثالث من write written. تمام تمام. في حاله النفي hadn't بي بي، فاعل طبعا، وhadn't والبي بي. I hadn't seen اهو. الشاهد عندي، الملحوظه عندي اهو، ده الشكل اهو. فاعل وادي hadn't اهو، وادي تصريف ثالث. حلو حلو. الاستفهام يا سيدي، الاستفهام زي ما انت شايف اهو، في طبعا had والفاعل والبي بي. السؤال ده بمعنى هل، السؤال ده بمعنى ايه؟ هل. ماشي. had أسامة bought the tickets by yesterday. هل أسامة، هو أسامة اشترى التذاكر أمس؟ اشتراها ولا لا؟ اشتراها ولا لا؟ لو أنا عايز أجاوب أقول إيه؟ yes he had. طب لو عايز أقول لا، no he hadn't. ماشي. يبقى دي هذا أهو، had والفاعل والبي بي. دي الفاعل ودي البي بي، وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة طبعا. طب الجملة اللي بعديها أداة استفهام، أداة استفهام وهاد زائد الفاعل زائد البي بي وعلامة الاستفهام. What had she done before going out? What had she done before going out? What had she done before going out؟ تمام؟ يعني هو انت كنت بتعملي ايه قبل ما تطلعي او قبل ما تخرجي؟ وانت كنت بتعملي ايه قبل ما تخرجي او قبل ما تطلعي؟ تمام؟ يبقى أداة استفهام، فعل مساعد هاد، وادي الفاعل، وادي التصريف الثالث من دو دون. تمام؟ تقول لي زي الفل زي الفل. طب ممكن حد يسأل سؤال كده رخم شوية، يقول لي هي هاد دي بتيجي مع المفرد ولا مع الجمع؟ اقول له هو انا قلت لك على صيغة غيرها؟ يعني انا مثلا قلت لك هاد مثلا وفي صيغة ثانية؟ هتقول لي لا. هقول لك خلاص يبقى هي بتيجي مع المفرد والجمع، مفيش غيرها اصلا. تمام؟ تمام. الاستخدامات، الاستخدامات ركز معايا. الاحداث الذي تتم اولا. الاحداث اهو، الذي تتم اولا، بتحصل في الاول. يعني انا الجمله هتبقى موجوده، هيبقى عندي حدثين، حدث حصل في الاول وحدث ثاني. ده يبقى ماضي تام وده يبقى ماضي بسيط. سواء كتبت الماضي التام في الاول يعني في اول الجمله او في اخر الجمله عادي، كده كده انا ابقى فاهم ان هو اللي حصل الاول، مش هيفرق ترتيبه في الجمله. المهم كده كده ان هو طالما محطوط في ماضي تام يعني هو اللي حصل الاول. زي مثلا المثال ده، I punished him because he had made many mistakes. أنا عاقبته بسبب إن هو عمل أخطاء كتيرة. أنا عاقبته بسبب إن هو عمل أخطاء كتيرة. مين الحدث اللي حصل الأول؟ تقول لي إن هو عمل أخطاء كتيرة، فهو عمل الأخطاء الكتير الأول وبعدين بناء عليه
ونتيجة لذلك انا عاقبته. اب بيقول لابنه لو ما نجحتش في الامتحان هضربك، فالابن ما نجحش في الامتحان فضربه. فيبقى الابن اللي هو ما نجحش في الامتحان ده الحدث اللي هو حصل الاول، اللي هو تم اولا، والعقاب بناء عليه. تمام؟ تمام. يبقى انا عاقبته بسبب ان هو ايه؟ عمل اخطاء كتيره. يبقى عمل اخطاء كتيره محطوطه في زمن مين؟ الماضي التام اهو. وعاقبته ماضي بسيط اهو. شوف، بالرغم ان الماضي البسيط هو اللي مكتوب الاول، هو اللي مكتوب الاول اهو في اول الجمله، بس مش هو اللي حصل الاول. ده اللي حصل الاول. عشان كده بقول لك ان الماضي التام هو اللي حصل الاول، سواء يعني كان مكتوب في الاخر او مكتوب في الاول ما يهمنيش، المهم انا ابقى فاهم ان هو اللي حصل الاول، هو عمل الاخطاء الاول وبعدين العقاب جه. تمام؟ تمام. الكلمات الداله عندك كلمه افتر، ترجم لو انت عايز تترجم يعني بعد. as soon as بمجرد ان او بعد برضو عادي. before قبل. و by the time قبل برضو او قبل ذلك الوقت عادي يعني. till و until معناها حتى. when يعني عندما. تمام. تعالوا ناخد التركيبات اهو. زي ما انت شايف after اختها as soon as هم مع بعض على طول، معاهم ماضي تام، والناحية التانية ماضي بسيط اهو. after I had saved enough money I bought the car. بعد ما انا ادخرت مال كافي انا اشتريت سيارة. بعد ما ادخرت مال كافي اشتريت ايه؟ سيارة. وطبعا هنا في مين ده الفاعل، لازما فاعل، يعني after لازم فاعل عشان القاعدة تحصل. طب لو مفيش فاعل استخدم الاي ان جي على طول. ملحوظات مهمة. يبقى after I had saved enough money I bought the car. ماشي، خلصنا. تعالوا ناخد ايه؟ before و by the time. before و by the time معناهم قبل، دي ايه؟ بعد. هنعكس بقى، هنخلي الماضي البسيط هنا وبعدين الماضي التام، يبقى ماضي بسيط ماضي تام. Before I bought the car I had saved enough money. يعني قبل ما انا اشتري السيارة انا ادخرت مال. كلام بديهي. قبل ما اشتريها كنت ادخرت المال. كده كده الحدث ده اللي حصل الاول وانا فاهم ان هو اللي حصل الاول، سواء كان مكتوب هنا في الاول زي دي او مكتوب في الاخر. فاهم؟ فانا كده كده عارف ان هو اللي حصل الاول، يعني انا ادخرت المال الاول وحوشت الاول وبعدين اشتريت السيارة. تمام؟ ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام. ترتيب الاحداث طبعا مهم. في فاعل مع بيفور، لازما طبعا يكون في فاعل علشان القاعده تحصل، وهو ماضي بسيط ماضي تام. طب ما فيش فاعل استخدم الاي ان جي على طول. تعالوا ناخد till و until. till و until معاهم ماضي تام، والناحيه اللي في الاول دي والناحية اللي في الأول بتبقى ماضي بسيط منفي. وعلى فكرة مش شرط ماضي بسيط منفي، يعني ممكن يكون النفي بكلمة refused، وممكن يكون النفي can't أو couldn't أو wasn't عادي، أو ممكن يكون نفي بمعنى الجملة. تمام؟ مش شرط يعني تبقى didn't والمصدر. مثال: My son didn't cross the street until he had looked both ways. ابني رفض ان هو يمر الشارع، ما رضيش يعدي الطريق حتى ان هو يبص يمين ويبص شمال. تمام؟ فانا عندي كلمه until وبعديها ماضي تام، والناحيه اللي في الاول ماضي بسيط منفي. لا يجب حفظ قاعده واحده لا until. فمن الممكن ان يكون معنى النفي بالرفض، مثلا كلمه refused، او مثلا النفي بكلمه won't او can't او couldn't او wasn't عادي، مفيش مشكله. تمام؟ تعالوا ناخد اللي بعد كده. طبعا هنا بيقول لي هكتبها اهو عشان الناس اللي بتحب تسجل اهو. بص، افطر اهو بدون فاعل يجي معاها اي ان جي. طب الناحيه الثانيه ايه اخبارها؟ زي ما هي، مش كانت بتبقى ماضي بسيط، خليها زي ما هي
ماضي بسيط عادي، ما عنديش مشكله معاه الناحيه الثانيه. طيب بيفور بدون فاعل اي ان جي. طب الناحيه الثانيه ما عنديش مشكله، ماضي تام. المشكله يعني after finishing his work he helped me. بعد ما هو خلص الواجب بتاعه هو ساعدني. بعد ما خلص الواجب هو ايه؟ ساعدني. تعالوا نتكلم عن when. لاحظ الفرق بين جمل when. بص عندنا يعني 3 قواعد لوين. ركز معايا. when ماضي بسيط ماضي تام. when I woke up my father had left. يقول لك لما انا صحيت من النوم my father had left، يعني هو طلع. معنى كده ان انا شفته ولا ما شفتوش، او بمعنى تاني هو مشي الاول ولا انا صحيت الاول. انت هتعرفها ازاي؟ انت هتبص في الجمله الحدث اللي محطوط في الماضي التام يبقى هو اللي حصل الاول. طب انا اقول لك my father had left، الله، يبقى الحدث ده هو اللي حصل الاول، يبقى كده الاب هو اللي مشي الاول وبعدين الابن صحي من النوم، فبالتالي هو ما شافوش لان هو مشي الاول. زي مثلا واحد ايه في المحطه يقول لك لما انا وصلت المحطه القطار كان مشي، علشان كده اضطريت ان انا احجز تذكره جديده. فمعنى كده ان القطار مشي الاول يعني ماضي تام وبعدين انا وصلت، عشان كده انا حجزت تذكره جديده. ما انا لو وصلت وشفته كنت ركبته، بس انا ما شفتوش، هو كان مشي الاول. تمام. غادر والدي قبل استيقاظي لم ارى والدي. دي الجمله الاولى. الجمله الثانيه ماضي بسيط ماضي بسيط احداث متتاليه. احداث متتاليه مش مع when بس، ده مع when ومع after و as soon as و before و by the time ومع كل الازمنه، كل الروابط ومع كل الروابط. فكل الروابط بيكون معاه ماضي بسيط. ماضي بسيط لما تكون الاحداث ورا بعض على طول مفيش فاصل زمني بينها. when I woke up my father left، لما انا صحيت من النوم my father ايه؟ left، اللي هو كان خرج. يلا نشوف المثال اللي بعد كده. ماضي تام هو اللي هيكون في الاول والناحيه الثانيه هتكون ماضي بسيط. انا مثلا ايه كنت رايح اجيب النتيجه بتاعتي وايه عندي شويه فضول كده اشوف النتيجه بتاعت صاحبي، تمام؟ فانا ايه بشوف النتيجه كده بتاع صاحبي ولقيته شايل الكيمياء. يا نهار ابيض. وانا ايه خلاص جبت النتيجه بتاعتي ومروح، تمام، وماشي كده والولد جاي كده، تمام. فانا رحت قابلته بقى قلت له اسكت، مش انت شلت الكيمياء؟ فالواد سمع الكلام واغمى عليه. فكلامي ليه ده اللي حصل الاول، ده الماضي التام. فانا قلت له انت شلت الكيمياء، فبناء عليه هو اغمى عليه. فالكلام الوحش، اخبار الوحشه ماضي تام، والاغماء هو ماضي بسيط اللي هو رد الفعل، تمام. يبقى مثال اهو when I had told him the bad news، لما انا قلت له الاخبار الوحشه he fainted، هو اغمى عليه. حلو حلو. عندنا no sooner hardly scarcely ومعاهم had والفاعل والبي بي، ومع no sooner الرابط بيبقى than، ومع hardly scarcely الرابط بيبقى when، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. هو بيسالك فين بقى في الجزئيه دي؟ ملحوظات مهمه خالص، بيسالك في الحته دي وبيلخبطك في الحته دي. خلينا ناخد اللون الاحمر هنا. طبعا الترتيب مهم، الترتيب مهم قوي، اللي هو لازما هاد والفاعل زائد بي بي. فهو بيقولك بقى ازاي في الامتحانات يجيبها ازاي؟ فهو يجيبها ازاي بقى في الامتحانات؟ يلخبطك في الترتيب ده، فيجيب لك الفاعل كده وبعدين هاد وبعدين بي بي، ولا يجيب لك هاد في الاول بس يخلي لك البي بي في النص وبعدين الفاعل، تمام. فهو بيبدا يلعب في الحته دي. طب انت عشان ما تتلخبطش وتبقى فاهمها مش حافظها، ماضي تام صيغه سؤال، ماضي تام صيغه سؤال. اعتبر ان الروابط دي هي اداه استفهام،
الله، ما انت لو اعتبرت ان دول اداه استفهام يبقى اداه استفهام زائد فعل مساعد هاد زائد الفاعل زائد البي بي. شفت ازاي سهله وبسيطه مش هتتلخبط فيها ابدا اهو. ماضي تام صيغه سؤال، واعتبر ان دول كلمات استفهام تتحفظ معاك. طبعا الرابط زان مع نو سونر، ومميزه برضو هاردلي اخرها ال واي وسكيرسلي اخرها ال واي، الاثنين زي بعض ال واي، فالاثنين زي بعض في الرابط اهو. ماضي بسيط. No sooner had حبيبة lost the money than she reported the police. يعني بعد او بالكاد ان حبيبة فقدت المال بتاعها بعدين هي بلغت الشرطة. طبعا يعني انت هتقول لي يا دكتور ايه الحلاوه دي وايه الطعامه دي وايه الجمال ده اللي انا شايفه؟ اقول لك يا ابني ده شغلنا بقى ومذكرتنا. يعني شايف المذكره عامله ازاي ملونه اصلا في القاعده، يعني اديك شايف الجمال يعني. تمام، مش هتلاقي يعني الكلام ده اصلا في اي مكان ولا حتى في الملخصات الكبيره. تمام. طيب نفترض بقى ان نو سونر وهاردلي وسكيرسلي في نص الجمله اهو. هنا بقى ايه؟ في نص الجمله هتعتبرهم كلمه داله. كلمه داله، ما في قاعده اصلا بتقول لك ان اي كلمه داله بتيجي فين؟ طبعا انت عندك الفاعل اهو، انت عندك ترتيب الجمله في العادي فاعل وفعل مساعد زائد فعل، ده ترتيب الجمله الطبيعي والباقي يعني. فلو في كلمه داله، لو في كلمه داله بتيجي فين بالظبط؟ بتيجي بين الفعل المساعد والفعل، بتيجي هنا كلمه داله، وطبعا الفعل بيبقى في الاول، يبقى فاعل فعل مساعد وكلمه داله وفعل. اعتبر ان نو سونر وهاردلي وسكيرسلي كلمه داله على الماضي التام. فطبعا في البدايه هيكون الفاعل وادي الفعل المساعد هاد وادي الكلمه الداله وبعدين الفعل اللي هو في التصريف الثالث اهو زان، وبعدين مفيش مشكله زان وين والناحيه الثانيه ماضي بسيط. تقول لي ايه الطعامه والحلاوه دي؟ اقول لك يا ابني امال انت فاكر ايه؟ احنا جامدين قوي. تمام، ركز معايا، تركز تفهم وتحل تبقى بيرفكت. ماشي. حبيبه اهو had hardly lost the money when she reported the police. يعني بالكاد ان حبيبه فقدت المال بتاعها هي بلغت الشرطه. شويه تركيبات بسيطه خالص يعني، ما تخافش خالص منهم، حاجات يعني تافهه. 5 دقايق بالظبط ونخلص الزمن ده. اون بيجي معاها اي ان جي، فعل تحط له اي ان جي زي المثال اللي قدامك ده، اون سبيك بتساوي وين وجمله كامله. باي اهو فتره في الماضي، الناحيه الثانيه ماضي تام. باي يسترداي هي هاد ريتشد باريس، هو وصل باريس امس. هافينج زي ما انت شايف معاها بي يعني تصريف ثالث ومعناها بعد، وبتساوي افتر زائد ماضي تام. having booked the tickets I took the train to أسيوط. بعد حجز التذاكر خدت القطار لأسيوط. ماشي. هنا طبعا قلت لك من شويه افتر بيفور as soon as اي رابط زمني ماضي بسيط في حاله ان الاحداث متتاليه ومفيش فاصل زمني بينها. when he entered the flat لما هو دخل الشقه he took off his shoes، خلع الشوز، لان انت لو ما خلعتش الشوز هتجيلك الحاجه تنفخك، وخصوصا لو لسه كانسه ولا لسه مسحه تتظبط. تمام. as soon as هنا طبعا as soon as يعني بعد ان هو قرأ الستوري هو اداها لي. في تركيبه اسمها it was only when it wasn't until، انه بالكاد عندما، معاها ماضي تام وبعدين ذات والناحيه الثانيه ماضي بسيط. It was only when he had finished his work that he helped me، انه بالكاد عندما هو خلص الواجب بتاعه هو ساعدني.
فتركيبه سهله وبسيطه، والرابط معاها بيكون زان وبس كده يا سيدي زي الفل. بيقول لك لو لقيت حدثين في الجمله هتحدد الحدث الاول حطه في الماضي التام، والحدث الثاني اللي يوضع في الماضي البسيط. وبكده نكون خلصنا شرح زمن الماضي التام. 7 عناصر مهمين قوي قوي، يعني ذاكر بقى، لخص لو بتحب التلخيص، وانصحك طبعا بالتلخيص. ننتقل دلوقتي الى جزئيه الحل، نحل مع بعض كده شويه امثله ونشوف يعني بنحل ازاي والامور ماشيه ازاي في الحل. عشان في ناس بتقول لك احنا فاهمين بس مش بنعرف نحل، فانا هعلمكم برضو طريقه الحل وهنظبط كل المهارات مع بعض. فهمت الجرامر بأحسن شكل وحليت عليه كمان. ده كان الجزء الأول من منهجك، وده نازل كامل بشكل مجاني على اليوتيوب. لكن الجزء التاني بقى، وده الأهم، الجزء ده هو اللي عليه الدرجات الكتيرة في الامتحان. هتلاقي فيه شرح الكلمات والسكيلز الخارجية، القطعة، الترجمة، الاسي، وكمان القصة. يعني ده فعليا اللي هيفرق في مجموعك، واللي هيخليك داخل الامتحان وانت مطمن انك ماسك كل ركن في المادة، ومع الدكتور انت في امان. الشرح منظم، المذكرات جاهزة، الامتحانات محلولة، والمتابعة مستمرة معاك خطوة بخطوة لحد ما تدخل الامتحان وانت واثق. لو حابب تكمل، الاشتراك الشهري 150 جنيه بس. هتحول على رقم فودافون كاش 01096868361، وبعد التحويل تبعت سكرين شوت بالعملية زائد اسمك الثلاثي زائد صفك الدراسي على نفس الرقم واتساب، وهتدخل فورا جروب المتابعة الخاص بالطلبة المشتركين. ولو حابب تستفيد اكتر، في عرض ما يتفوتش. اشترك في باكج الترم الاول كامل 3 شهور ب 350 جنيه بس بدل 450، يعني وفر 100 جنيه وضامن مكانك لحد الامتحانات. مع الدكتور الانجليزي السنة دي هيكون اسهل مادة عندك ومصدر درجاتك العالية. اهلا بيكم يا شباب. يلا دلوقتي نحل شوية اسئلة على يونت 2 وتحديدا على زمن الماضي التام، ونشوف بنحل ازاي. طبعا زي ما اخدنا الشرح في الجزء الاول من الفيديو، يفترض ان انت خلاص اخدت جزئية الشرح، فبتروح مباشرة على الملخص اللي معاك وتبدأ ان انت تقرأ المعلومات دي وتذاكر المعلومات دي، تمام؟ وبعدين تبدأ ان انت تكمل معايا الجزء التاني وتشوف احنا بنحل ازاي. طبعا انا هحل معاكم دلوقتي زي ما انتم عارفين يعني من ملخص المعاصر. يلا على طول اول سؤال بيقول لي before not a car my brother learned how to drive well، يعني قبل نقط السيارة اخويا اتعلم ازاي يعني ان هو يسوق بشكل جيد. يعني عايز اقول قبل ايه ما يشتري السيارة هو طبعا اتعلم ازاي يسوق بشكل كويس يعني وكده، تمام؟ يلا نبدأ كده ان احنا نفكر في الاجابة الصح. طبعا احنا عارفين ان بي 4 في العادي بيكون بعديها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام، ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام، تمام. دي قاعدة. والقاعدة التانية يا سيدي ان بي 4 بيكون معاها ماضي بسيط، يعني في الجزء الاول منها ماضي بسيط وفي الجزء التاني برضه ماضي بسيط. هم دول القاعدتين بتوع بي 4. وفي قاعدة رقم 3 ان هو بي 4 لو مفيش فاعل يعني بتاخد الاي ان جي على طول، فاهميني؟ يعني بي 4 لو مفيش فاعل بتاخد ايه؟ الاي ان جي على طول. فانت تقول لي خلاص يا دكتور انا كده عرفت الاجابه. اقول لك مظبوط، الاجابه عندنا اللي هي فيها الاي ان جي باينج اللي هي رقم سي، تمام؟ تقول لي تمام زي الفل، ماشي. رقم 2 افتر نقط her housework she watched TV، تمام؟ يبقى بعد نقط ما هي خلصت الواجب بتاعها المنزلي يعني شغل البيت وكده، هي بدأت ان هي ايه تشوف التلفزيون. فهنا انت هتبدأ تبص تقول لي دي والله افتر. تعالى كده طيب نحدد مع بعض الاجابات اهو.
اهو. يلا رقم 2، هي خلصت الواجب بتاعها المنزلي او شغل البيت العمل بتاعها وبعدين شافت التلفزيون، يبقى افتر ماضي تام ماضي بسيط. خلاص ماضي تام. فين الماضي التام؟ تقول لي هاد دون، تقول لي تمام زي الفل. السؤال اللي بعد كده رقم 3 بيقول لي نقط seeing the fire the virus dog I was very afraid. تمام، يعني لما انا شفت يعني ان الكلب المفترس ده انا كنت ايه خايف جدا، كنت ايه خايف جدا. هنا يعني بيختبرك في الرابط، عايز يقول لك يعني مين الرابط؟ ها، مين الرابط اللي بياخد اي ان جي على طول؟ تقول لي اون والاي ان جي. تمام، برؤية الكلب ده. ماشي. رقم 4 after not his homework عمرو went to bed، يعني بعد ما عمرو يعني ايه خلص الواجب بتاعه كده هو راح ايه عشان ينام. جدع يا عمرو. تمام، فهنختار في رقم 4 after، وبعد after مفيش فعل يبقى after والاي ان جي على طول. after والاي ان جي على طول، يبقى رقم 4 بي. ماشي، نحاول ان احنا نسرع شوية، فبنقول when he was on holiday عمر his grandpa every day. فطبعا visited الإجابة الصح معانا هي visited، لأن هو يعني بيزوره بشكل مستمر. حمدي نقط الهوم، حمدي مرجعش للهوم حتى ان هو خلص كل التاسكات اللي هو يعني ايه عنده في المكتب وكده. تمام، فنبص كويس في رقم 6 هتبقى didn't طبعا عشان until. رقم 5 the fire brigade، يعني فرقة الإنقاذ بتاعت الحرائق وكده. نقط في الحال الفاير يعني ايه اتطفى وكده. فرقم 7 نبدأ ان احنا ايه يعني تم التواصل معهم وكده، يبقى had been called. تمام. يلا السؤال اللي بعد كده رقم 8 على طول before عشان ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام. طيب هتقول لي انا ما عنديش before، اقول لك عندك واحدة اختها زيها بالظبط اسمها ايه باي ذا تايم. تقول لي تمام يا دكتور. السؤال اللي بعد كده having، وطبعا الناحية التانية بيكون ماضي تام. الناحية التانية ايه ماضي تام بعد حجز او بعد يعني ايه يعني بتاع المنبه ده يرن وكده بيروح هو ايه يستيقظ من النوم بتاعه. تمام، او يعني ايه بعد ايه ما بيظبط المنبه بيروح ينام يعني. تمام، يعني بيظبط المنبه كده على ان هو يصحى الصبح مثلا الساعة 7، وبعد ما بيظبط المنبه هو ايه بينام. يبقى رقم 9 احنا عايزين ايه went. تمام، علشان هنا طبعا الاحداث بتحصل ورا بعض على طول مفيش فاصل زمني بينها. لين نقط رقم 10 looked over the moon as she نقط final exam. يعني كان عايز يقولك يعني تعبير كويس ان هي كانت مبسوطة وتشبه القمر او كده يعني علشان هي خلصت ايه الفاينل اكزام بتاعها ومرت منه. فرقم 10 had passed. هي رقم سي had passed ده. طب ما عارف ان هي رقم ايه سي. رقم 11 يلا نشد حيلنا شوية في رقم 11. بص كده معايا في رقم 11 طبعا الإجابة الصح هتبقى بي. طيب رقم 12 رقم 12 طبعا didn't والمصدر. المفروض ان في النص طبعا يكون في مين يكون في until عشان هي اللي بيكون قبليها اللي هو الماضي الوسيط المنفي وبعديها الماضي التام. تمام، بس هنا احنا عندنا ايه طيب هنا رقم 12 هنختار طبعا الإجابة ايه بي. تمام، الحدث يعني كان مستمر وحدث قطعه.
تمام. يبقى الإجابة في رقم 12 A B. ده حدث عادي يعني. تمام. تقولي تمام. يلا رقم 13. رقم 13 بص فيها طبعا as soon as عاملة زي after، بتاخد نفس القاعدة بتاعتها. تمام. as soon as بيبقى بعديها ماضي تام. فين الماضي التام في رقم 13؟ هتلاقي ان هو في ايه رقم 13. طبعا ايه لا، بي برضو لا، طبعا رقم سي as soon as، رقم سي. ماشي. رقم 14 هنا بقى هو بادئ ايه بالليسون اللي هو الدرس. تمام. علشان عايز بقى ايه مفعول به، او عايز يعني مبني للمجهول في رقم 14. يبقى رقم 14 بقى الناس اللي فهمت هنختار ايه؟ رقم 14. نركز كويس. يبقى عايزين مفعول به يعني مبني للمجهول، اللي هي فين؟ اللي هي رقم دي. تقول لي تمام زي الفل. رقم 15 بوز تايم، ماضي بسيط الناحية التانية ايه؟ ماضي تام بس ايه مبني للمجهول. يقول لك هل هتختار بي وسي؟ بي وسي لا طبعا احنا هنختار بي فقط. يبقى رقم 15 احنا عايزين بي فقط. تمام يا جماعة. رقم 15 لان دي طبعا مبنية للمجهول. ماشي. رقم 16 هنحل بس لحد 20 وانت يعني ايه كمل الباقي. رقم 16 يلا. ما شفتش سارة لما انا وصلت المنزل، هي نقط ايه؟ كانت مشيت. فرقم 16 عايزين نقول مشيت بالفعل يعني هاد جن. يبقى 16 ايه؟ 16 ايه. تمام. تقول لي ماشي. يلا 17 بدأت ان هي تنظف لما ايه الضيوف ايه مشيوا. تمام. فرقم 17 هتبقى ايه؟ يعني هم مشوا طبعا الاول، بعدين هي ايه بدأت ان هي تنظف، فطبعا هنختار هاد ليفت. 18 يا سيدي نقط بدأ يعني يتعلم السباحة وكده. في رقم 18 طبعا هنختار ايه؟ هاد ليرنينج. دي يعني القاعدة بتاعت باي ماضي بسيط فترة في الماضي والناحية التانية ماضي تام. تقول لي تمام. رقم 19 because اتأخر يعني وكده، كان تعبان بسبب ان هو اتأخر فيه النوم. فرقم 19 هنختار ايه؟ ركز معايا. رقم 19 اللي هي البنت دي. تمام. هي كانت متأخرة في النوم بتاعها. طبعا عندنا الجزء الاول ماضي بسيط والجزء التاني اللي هو هيكون ماضي التام عشان بيكوز طبعا. فهاد بين هذا التصريف التالت من بي بين. رقم 20 او it was only when، طبعا هي محفوظة it was only when الكلمة بتاعتها وتكملتها when. تمام. بس كده يا سيدي كده حاليا 20 جملة على الماضي التام، وانت كمل الباقي وبالتوفيق.